السلام عليكم متابعي برنامج بالعربية في قناة الأفوانت. أهلا بكم إلى موجز أهم الأنباء في السنغال، يقدمه لكم عبد العزيز جوب. ملاحظات حزينة لمكة التامن فتح. أحصى رجال الإطفاء الذين انتشروا لإنقاذ الأشخاص المنكوبين العديد من حوادث الطرق. يقدم الكابتن كيناك جون رئيس قسم الوقاية ومدير اتصالات رجال الإطفاء بيانا قائلا: هناك 142 حادث سير بلغ مجموع ضحاياها 505 بينهم 6 جثث. كما تم العثور على جثتين داخل مدينة طوبة، واحدة في بيت أحد الشيوخ وأخرى في مهبط طائرات الهليكوبتر. الخليفة العام للطريقة المريدية الشيخ منتقى مباكي يقدم كلمات شكر لنظيره سرين بيس منصور بحضور وفده في طوبة. وقد شكر الشيخ منتقى مباكي سرين بيس منصور على لطفه وكرمه وتواضعه وحسن ظنه به. عاد الرئيس ماكي سال اليوم إلى دكار. كان رئيس الدولة في نيويورك خلال الأسبوع الماضي للمشاركة في الدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وقد استقبله بعض الشخصيات الجمهورية في مطار يوف العسكري. عبر زعيم الثورة السلمية والرئيس المؤسس لحزب الحقيقة من أجل التنمية سرين بودكارا مباكي عن السبب الحقيقي لدعمه لماكي سال، وهو مشروعاته التي جسدها في طوبة وافتتاحه لخطابه بجرجف سرين طوبة. دعا الخليفة العام للمريدية سرين منتقى مباكي بشير اليوم بمناسبة الاحتفال الرسمي لمجال طوبة من خلال المتحدث باسمه. دعا الطبقة السياسية إلى الذهاب إلى الانتخابات الإقليمية في 23 يناير 2020 دون حوادث كبيرة. وقد توصل المرشد الديني قائلا: في هذه الانتخابات القادمة ندعو الممثلين والطبقة السياسية بأكملها إلى تجنب الانزلاق وإلى العنف حتى تتم بسلام وتكون بكل شفافية. كان مصر يستنكر الإهانات على الشبكات الاجتماعية وخاصة ضد المرشدين الدينيين. أعلن ذلك خلال محاضرته بمناسبة مجال طوبة 2020 في بيت بيري منجاي. ودعا دولة السنغال إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق هذا الهدف. دعا زعيم حركة تيكي الذي فقد 23 فردا من عائلته يوم غرقت باخرة لجولا في 26 سبتمبر 2002. دعا دولة السنغال إلى تحقيق العدالة لأسر الضحايا في منشور على الفيسبوك. أعرب مامادو جالو أيضا عن تفكيره الخاص بشقيقه إدريس جالو عميدة دلفور الراحل الذي فقد أبناءه الثلاثة على متن باخرة لجولا. تم العثور مرة أخرى على طفلة حديثة الولادة في سلة المهملات أمس الأحد في نصب النهضة التذكاري منمادلا رينيسانس الواقع في وكام، وقد تم اكتشافه بواسطة جامع القمامة. وبعد تنبيه تولى درك وكام القضية، وقد استوجب والدة الطفلة التي تعترف بنبذ الطفل وترفض الكشف عن أسباب تصرفها وهوية والد ابنتها. نهاية الموجز، والسلام عليكم ورحمة الله